يا هلا والله، شلونكم؟ شخباركم؟ رجعت وياكم فيديو جديد. صار هواي مناشر كلش هواي، والسبب اني فقدت طاقتي. شلون فقدت طاقتي؟ ومثل ما قريت العنوان طبعا تركت المدرسه، واول مره اشوف واحد تارك مدرسه وفاقد طاقه يفوت بهيجي جو قبل. هاي يا هلا والله، شلونكم؟ لا تنسوا الاشتراك بالقناه ولايك الفيديو وتفعيل جرس التنبيهات. اللي اول مره يشوفني، انا سجاد سابي عايش بالمانيا، انشر فلوقات ونصائح ومعلومات حول المانيا، وهاي الاشياء اللي تستفادون منها. فقناه كلش راح تفيدك، وخاصه الفيديوهات اللي ناشرها قبل راح تفيدك كلش هواي. اذا انت كنت في العراق ولا تريد تهاجر، ولا انت بالمانيا جديد ولا انت قديم، المهم هي المعلومات اللي اعطيها هي اصلا طالعه من القلب. يعني اللي مر وياي واللي صاير وياي انا جاي اجي واحكي. فهنا انت راح تستفاد من واحد يعني صار له سنتين بالمانيا، يعني تقريبا راح اطب سنتين، ومن واحد مرت هاي الامور وياي. يعني من يجي يحكيها ما يحكيها من جيبه ولا سامعها ولا باحث عنها، لا اعطيك اياها انا بالتفصيل بالشيء اللي انت تحتاجه. وبصراحه تركت المدرسه، والسبب راح تعرفوه بالفيديو. خليني ابدي لكم بالبدايه بنظام التعليم بالمانيا. نظام التعليم بالمانيا اكثر من ممتاز. من اول ما تبدوا تسجل اكو شيء اسمه السوسيال. هذا السوسيال للمساعدات مثل الاداره عندنا طبعا بدولنا العربيه نروح للاداره، بس هم هنا الاداره مالتهم تختلف بسبب انه هم يوفروا لك كل شيء انت تحتاجه من ناحيه المدرسه، من ناحيه المواصلات، من ناحيه تكت مجاني، من ناحيه هواي امور تختلف عن اللي عندنا احنا بدولنا العربيه. فهي يعني بدايتها انه هي السوسيال والاداره شيء كلش ممتاز، وما شاء الله يعني بصراحه اكثر من ممتاز. تقول ايش كم مره قلت ممتاز؟ شنو السالفه؟ شو اليوم وايد ممتاز. صار موقفين وياي بالمدرسه. الاولى ضاعت سماعه الايربود، انا خليتها بالصف ونزلت للساحه بين ما كملت الباوزه يعني الاستراحه ورجعت لقيت سماعتي ماكو. رحت للسوسيال قلت لهم يابا ضاعت سماعتي، تعالوا شوفوا لي حل فتشوا الجنط. ما قبلوا يفتشون الجنط، قالوا احنا مو من حقنا نفتش جنطه الطالب. وهذا الشيء طبعا حتى بالمانيا موجود بكل مكان، انه مو من حق اي شخص يفتح جنطتك اذا انت كنت مقابل، تمام؟ لانه يعتبرون انه هذا الشيء خصوصيه. وانا شفت هذا الشيء كلش محلو هم ممتاز. الشيء الثاني اللي صار وياي بالمانيا اللي هو إن يوم من الايام احنا كان عندنا الكريسماس مال 2023، يعني انا كنت في المدرسه فبدنا نحضر، يجون يعلمونا نسوي ورق من نجمات وورق من ورد، وهاي بالورق نفسه نلزقهم بالحيط نلزقهم بالجام. فانا صاعد على الكرسي، انا تعرفون هذا كبري وهاي يعني اكبر واحد يمكن انا بالصف. ايوه صح، انا اكبر واحد بالصف لانه عمره 23 سنه، واللي وياي كلهم صغار لانه المدرسه المانيه يعني مو جامعه. اثرت من الكرسي وجاي اريد اوقع، فقامت المدرسه هي شنو تركيه، بس هي تدرسنا الماني، تمام؟ كلش حبابه. ركضت علي وسجاد وعلى كيفك وانتبهوا هاي، وعندهم كل شيء ولا الطالب يتاذى. الدنيا هيك المدرسه تقوم وتقعد، تمام؟ كل شيء ولا طالب يتاذى. هذا الاهتمام اللي عندهم غير عن اللي عندنا. بصراحه انا ما اريد انتقد او اقول انه يا دولنا العربيه مدارسها وهاي مو زينه، لا انا احكي لكم كنظام هنا كناس يعني انا عاشرتهم بسبب انه هم المدرسين ولا السوسيال اللي هم المساعدات مالتنا مال المدرسه. احكي عن تجربتي يعني، انا ما اجمع الكل، فيعني لا حد يستثني ويقول ها انت طلعت برا على مود تحكي، لا انا دا احكي اللي دا يصير وياي. يعني هاي الامور اللطيفه اللطيفه ولا المهم رجعت هسه تحكي وتحكي شيء ثاني. يابا انت ليش تركت المدرسه؟ شو جاي تحكي لنا المدرسه زينه؟ اي جايكم المدرسه زينه والله العظيم قسما بالله. التعليم بالمانيا والمدرسه كلش ممتاز، لكن انا كان يعني انا جايكم بالموضوع. من الفيديو للاخير راح تستفادوا. شوف هذا الموقف. وصار وياي موقف ثالث بصراحه يعني انا اعتبره كلش مو حلو. انه انا بوقتها ناس الواجبات مالت المنزليه احنا نسميها هاوس اوف قابه بالالماني بالبيت، فجت المدرسه قالت وين واجباتك؟ قلت لها ناسيها بالبيت. فقامت تصيح ليش ناسيها بالبيت وهاي، واليوم انت لازم تدرس. وانا قمت قلت لها تعيطين اول شيء لانه احترام لي ولعمري، انه انا مو صغير وانا نسيتني يعني من قلبت الدنيا. فنزلت وين؟ نزلت للسوسيال قلت لهم يابا تعالوا السلام عليكم. وعليكم السلام. بطلوني من المدرسه، ما اريد ابقى بعد بيها. ليه سجاد؟ شنو السبب؟ احنا عندنا فراو هير كوما يعني ام السوسيال كلش لطيفه. فنزلت لها قلت لها يابا تعالي بطليني، انا ما اريد بعد ابقى بالمدرسه، وهي المدرسه من الرياضيات يعني، بس هي عصبيه بالمدرسه واذا طبت الصف لا حد يحكي بعد، بس هي وتدرسكم وهاي. المهم قلت لها شنو اني عمره هذا كبير، انتم تشوفون انا كبير، المهم 23 سنه اعتقد كبير، اي انا كبير وهاي يعني ليش هي تعيط علي؟ من المفروض تحكي باسلوب واني اجاوبها انه ناسيين السبب، واذا تريد تعطيني صفر خل تعطيني صفر عادي يعني، مو فد شيء انقلبت الدنيا. وانا كل شاطر بالمناسبه بالمدرسه. كانت تقول لي خاف عندها شتريس وهاي يعني شتري ضغط. قلت لها اذا هي عندها ضغط فاحنا كنا عندنا ضغط، لا اني اروح المدرسه اروح للشغل ارجع اصور على اليوتيوب، فانا هم عندي ضغط اجي واكمل يومي باسلوب حلو لطيف وهادئ، والكل يحترم هذا الشيء. يعني احنا بدنا نطي على مود نسبب بي كراهيه. المهم هي رفضت انه هي تبطلني، وقالوا ما تبطل وهاي وتبقى بالمدرسه وتعال امشي وياي. وصعدت انا فوق وبقت ام السوسيال تقريبا 4 ساعات كامله بالدرس على مود تعرف شنو اللي يصير، لانه هم كل الطلاب يشكون من هاي المدرسه، تمام؟ فبقت ويانا ام الرياضيات. طبعا من ذاك الموقف نهائيا ما عيطت علي، بقت دائما تشاقى وتضحك وهاي وتحكيها باسلوب. هنا بالمانيا تقاعد اخذوها
موضوع بحياتكم، انه لا تسكت عن حقك، لانه انت ابو حق. من تكون انت ابو حق، لو اكبر واحد ما يقدر يتجاوز حقك، وانت بكونك طالب ما مسموح لاي واحد يصيح عليك، ما مسموح لاي واحد يضربك، ما مسموح لاي واحد يضغط عليك بشيء. ومنها مواقف نفسية الطالب. نفسية الطالب تعرفون يعني شنو؟ يعني احنا ما ندرس الاسبوع كله دراسة بس، لا، عندنا يوم سفرة، عندنا يوم رياضة، عندنا يوم نرسم، عندنا يوم نشتغل بيها مثل انه ادوات نجارة وهاي الامور على مود التكوين المهني الاوس بيلدونج، يعني يغيرون جوك، ما يبقوك بنفس الجو كله دراسة. فانا سالتهم من سبب الفضول، يعني احنا تشوفون احكي عن العراق تبقى تدرس رياضة مالتك اصلا المدرس مال رياضيات حتى ما يلعبك رياضة. قلت لهم ليش انتم يعني هيك تعاملون الطالب؟ وقالوا مو على مود نفسية الطالب، اذا بقى بالضغط دراسة راح يكره المدرسة. فاحنا نساويها بين الرياضة بين الرسم بين هاي الامور. انا بحياتي كلها مراسم صراحة، من رحت وقعدت ارسم يعني شفت اشياء حلوة، صح كبير، كل ساعة اقول كبير كل ساعة اقول كبير، بس يا جماعة والله العظيم يعني الانسان لازم يجرب كل شيء. انت تجي ترسم وبهاي تفرغ عن طاقتك شوية، تركض، اطلع وياهم بالرياضة من يروحون يمشون بين الجبال، تغير بيها بالسفرات. يعني انت هواي تتغير نفسيتك من تكون بالمدرسة من ناحية الدراسة ومن ناحية السفرات وهاي الامور اللي ذكرتها. وانتم من هاي وقيسوا شوفوا هم وين واصلين بالمدرسة. هسه نجي على الموضوع المهم اللي هو اصلا كان الفيديو على اساسه، اللي هو الانسان بهاي الحياة عنده طموح وعنده هدف ويتمنى يوصل للي يريده ومهما كانت الظروف. والانسان عنده قوة وعنده ضعف. من كنت اقعد الساعة 6 الصبح للمدرسة واروح للمدرسة وارجع الساعة 12 منها واطلع بدربي بالقطار نفسه اللي هو 45 دقيقة يوصلني الشغل، ومن الشغل ابقى بالشغل لحد الساعة 12 بالليل وارجع للبيت بين ما ابدل بين ما اسبح 3 ساعة بالوحدة. نمت بس 5 ساعات. انا فقدت اليوتيوب، قمت ما اقدر اصور بيه وقمت ما اقدر انشر بيه. فقدت طاقتي باليوتيوب وشغفي اللي هو انا اصلا وانا ذكرت انه اليوتيوب هو شغفي، هو شيء انا احبه. انا مو شيء دا اسوي غصب لو شيء داخل على مود مادة، انا دا اسوي على مود شيء انا احبه. فقدت شغفي بيه، فقدت طاقتي بيه، فقدت وقتي بيه. هاي وحدة. الوحدة الثانية الضغط اللي صار علي بسبب الدراسة وسبب الشغل وبسبب قلة النوم خلاني أفقد طاقة كل كبيرة من عندي. الطاقة مرتبطة هي بالإنسان مثل الباتري، ترى إذا صار عليه ضغط قوي راح تقل الطاقة مالته لأن يفقدها، فيقوم ما يحس بلذة أي شيء قدامه، أي شيء يسويه، يكره الشغل، يكره المدرسة، يكره اليوتيوب، يكره كل شيء عنده. بعد خلاص فقد الطاقة، يريد بس يقعد ويرتاح. بس أنا بقيت أحاول يعني بصراحة ما قدرت أقعد يعني، لأنه أنا بقيت مستمر بشغلي. اليوتيوب صح تركته، لكن إنه أنا رجعت له ومجهز له فيديوهات ومجهز له كل شيء. ما من ناحية المدرسة فأنا تركتها. أنا بصراحة تعبت يعني من ناحية شغل ومدرسة ويوتيوب ووقتي كله 24 ساعة. يعني أنا سبق وأنا ذكرت بالبثوث مالتي بالإنستغرام، اعطوني وقت وأنا أنجز، اعطوني شيء وأنا، لكن الإنسان مهما يكون عنده طاقة لازم يطفى. أحكي لكم صراحة يعني أنا ما أكذب عليكم ولا أطلع الحكي من جيبي. الفرق بين أسبوعي بدون المدرسة وأسبوعي بالمدرسة ضاع الفرق. أنا أرجع من الشغل أقدر أسهر، أقدر أجهز فيديو يوتيوب، أقدر أبحث عن موضوع أحكي بيه، أقدر أصور فيديو، أقدر أمنتج فيديو، أقدر أرتاح، أقدر أنام، أقدر أقعد الساعة ب 12 بالوحدة، أقدر الساعة ب2 أروح للشغل، لأن الساعة ب2 يبدأ شغلي. وهذا الشيء كلش ممتاز من ناحية إنه أنا سويت هواي أمور ونمت مرتاح وقعدت مرتاح، مو أروح أنا 4 ساعات نايم 5 ساعات شو أصير مثلا. والمشكلة القطارات بألمانيا، يعني كل ما أروح بقطار إلى تأخير. لو أروح مسافة ربع ساعة أمشي للمحطة وربع ساعة من هناك أمشي للمحطة وأروح وأجي. هاي المواصلات هم شوية متعبة من ناحية إنه أنا قاعد بريف. وتعرفون هي البدايات دائما تكون صعبة، وأنا من ناحية البدايات اللي مرت علي فكل الصعبة من ناحية الدراسة والشغل واليوتيوب والتفكير الزائد، وأنا عايش وحدي وما عندي هنا هواي أصدقاء أطلع وياهم. هذا هم أثر على نفسيتي شوية، لكن أنا أعتقد هو الأفضل خلاني أنجز، خلاني أسوي شغلات بصراحة أنا يعني فخور بنفسي بيها. بخلال 1.5 سنة أو 2 يعني أوصل وأسوي أشياء ممكن ب10 سنين بالعراق ما أسويها، وأنا ما أريد أذكرها. فاليوم أسوي لكم فيديو عليها، أذكر لكم إنجازات اللي سويتها بألمانيا. راح أقدم لكم نصيحة. النصيحة الأولى، إذا أنت كنت تريد تجي لألمانيا فادرس لغة بالعراق. لما من تجي هنا أنت خلصان من هواي مشاكل انتهي. دائما أذكر هذا الشيء في فيديوهاتي. إذا أنت تريد تجي لألمانيا أو الدولة ثانية رجاء ادرس لغة بالعراق على مود من تجي تكون جاهز. ما تجي هنا وتاخذ لك 1 2 يلا تبدي جاهز. ما أعرف شلون تبدي جاهز، بس يلا مشوها. من ناحية اللغة مالتي يعني بصراحة أنا من طلعت من المدرسة أخذت اللغة اللي أنا أحتاجها، وأقدر أقرأ ألماني وأكتب ألماني وأقدر أحكي ألماني، وأقدر حاليا يعني بصراحة إنه ما خايف من أحكي أحد لو أحكي بالتليفون، وعندي أصدقاء ألمان. بدي أطور يوم عن اللغة. إن شاء الله راح أدخل كورس لغة على مود أكمل شهادة البي آينز.
الفرق بالمدرسه انه انت اذا تخلص سنتين اللي انا كنت بيها اقدر اسوي اوس بيلدينج اللي هو تكوين مهني 3 سنين، هم اقدر عليه استلم اقامه وهم اقدر عليه اشتغل براتب زين. لكن من تخلص كورس لغه البي اينز انت هم راح تقدر تشتغل وتسوي اوس بيلدينج وهم راتب زين، لكن الاختلاف بيها يعني المستويات، انه انت خريج مدرسه وانت خريج لغه. انا بصراحه ما احب الاوس بيلدينج وانا ما احب المدرسه، يعني انا اشوف المدرسه اللي يجي كان يدرس بالعراق قبل سنه سنتين 3 سنين ويجي يدرس، مو انا صار لي 11 سنه تارك المدرسه وهسه اجي ادرس، يجون يعطون الجذر التكعيبي والجذر التربيعي، انا ما احتاجهن بصراحه، لانه انا كل تفكيري هو مشروع خاص ان شاء الله، مثل ما كان عندي بالعراق ان شاء الله اقدر افتح مشروع خاص ونقدر نسوي كل شيء نريده، وماكو انسان يستسلم، طبعا اللي يستسلم بس الفاشل، وانا مستمر، وهاي حلقه الحياه يعني، مهما كانت الظروف صعبه راح ابقى استمر وما راح اترك اليوتيوب لو شيء يصير، راح اختفي ممكن شهر شهرين، لكن ما راح اترك اليوتيوب. نصائح اللي اقدمها لكم والاشياء اللي اقدمها لكم ان شاء الله تكون مفيده لكم لانه انتم تستفادون منها. انا بهذا الفيديو وبهاي المنصه وبهذا المكان اللي دا احكي بيه احبكم هوايه، واتمنى منكم تستفادون من كل الفيديوهات اللي انشرها. حسابي الانستغرام موجود هنا دائما انشر بيه معلومات ونصائح، والسناب شات والتيك توك وكلهن موجودات صندوق الوصف، اتمنى تشتركون بيهن وتدعموني، اي واحد تشوفه يحتاج هذا الفيديو حتى يستفاد من المعلومات لا تنسى تشاركه لاصدقائكم ولاهلكم، وان شاء الله تستفادون منها. نصيحتين عندي بالفيديو، الاولى لا تنسون اللغه من تجون، وانتم اول شيء طبيتوا الالماني لازم تتعلمون اللغه، اهم شيء تسووه تتعلمون اللغه. النصيحه الثانيه لا تستسلم مهما كانت الظروف صعبه، لانه كنا لازم نوقع ونحاول، واذا كنت تشوف انه هذا الشيء تعبك تركه خلاص، اذا شفته تعبك لكن انت تركك وانت ماخذ منه شيء، مثل انا طبيت المدرسه اخذت اللغه منه، بس انا ما تركتها وانا ما متعلم لغه، مستحيل كنت اتركها وانا ما متعلم لغه. انتم قرروا القرار بيدكم. عندي الفيديو شلون انا انقبلت بمدرسه المانيه، راح اخلي لكم رابط اسفل الفيديو، ان شاء الله تستفادون منه. كل انسان عليه حق على نفسه ويقدر يطور اذا كان ببلده ولا مو ببلده، ان شاء الله نستحق نعيش الحياه اللي احنا نريدها الكريمه اللي نفيد بها العالم. احبكم هواي، في امان الله.